يا جدعان، انتوا مستوعبين اللي حصل؟ احنا قدام حدث لو اتحول لفيلم هتاخد اوسكار في اول 5 دقايق. ضربة واحدة قلبت التوازن في الشرق الاوسط. تفتكروا لما رئيس سابق زي ترامب يطلع فجأة ويقول احنا دمرنا 3 منشآت نووية في ايران، تبقى دي بداية ايه بالظبط؟ بداية نهاية ولا فتيل لحرب اكبر؟ ترامب انهى كده قدام الناس، فوردو، ناتنز، واصفهان طيرناهم من الخريطه. يعني الراجل كان فرحان وبيقول اشلى ضربه عسكريه في التاريخ، ووزير دفاعه طالع يقول لك البرنامج النووي الايراني بقى في خبر كان والعالم بقى اكثر امانا. الموضوع مش تهريج. الضربه دي كانت باستخدام قاذفات بي 2 سبيريت اللي بتكلف الواحده 2 مليار دولار، ومش قنبله واحده وخلاص، دي القنابل نزلت. كل قنبله وزنها 13.5 طن، بس منشأة فوردو بس نزلوا عليها 12 قنبله، والباقي خدوا 30 صاروخ توماهوك خارق. ده مش قصف، ده زلزال. بس على شوف المفاجأة، إيران طلعت وقالت ولا حصل حاجة، فوردو سليمة ونطنز زي الفل، وأصفهان ما بيضحكش حتى، ولا إشعاع ولا تسرب ولا دمار شامل زي ما ترامب بيقول. والوكالة الدولية بتقول لك في شوية دمار بس سطحي، يعني زي اللي ضرب واجهة محل وافتكر نفسه هد العمارة. إيران كانت متوقعة الضربة، نقلوا اليورانيوم وأجهزة الطرد وحتى العلماء نفسهم، يعني كأنك رايح تضرب خزنة تكتشف إن الخزنة فاضية. المشروع النووي الإيراني مش في مكان واحد، ده موزع وكل مكان ليه حماية مختلفة. يعني أمريكا بتضرب وإيران بتتنقل، ودلوقتي كل الناس مستنية رد إيران. الحرس الثوري بيقول ردنا هيخلي أمريكا تندم، وزير الخارجية بيقول ده انتهاك للقانون الدولي، والرد جاي يعني محدش هيعدي كده بالساهل. سؤال مهم، هل إيران عندها قنبلة نووية دلوقتي؟ في ناس بتقول لأ، وفي اللي بيعمس وعندهم أكتر من كده كمان. هل جابوا رؤوس من باكستان؟ من كوريا؟ أو يمكن روسيا؟ لو فعلا عندهم يبقى اللي جاي ممكن يبقى الخيار النووي، أو زي ما بيقولوا خيار شنشون. طيب إيه اختيارات إيران؟ يقفلوا مضيق هرمز، البرلمان وافق، وأمريكا قالت خطوة انتحارية، يضربوا القواعد الأمريكية في الخليج، ده هيولع الدنيا. يفعلوا أذلهم زي حزب الله والحوثيين، أو يضربوا مفاعل ليمونة في إسرائيل. وإسرائيل مش ساكتة، بتضرب قواعد صواريخ في إيران وبتستعد لأي رد. وحتى بعض الكتاب الإسرائيليين بيقولوا خلصونا من غزة بسرعة عشان نركز على إيران. يعني الجو مسموم والكل حاطط صباعه على الزناد. الموضوع طلع مش بس ضربة نووية، دي كانت بداية فصل جديد في الصراع. والسؤال بقى، إيران هتسكت ولا هنصحى على أول حرب نووية في الشرق الأوسط؟ اللي جاي خطير ومفيش ضمانات، فخليك صاحي علشان لو حصلت حاجة تكون أول واحد فاهم اللي بيحصل. ولو وصلت لحد هنا فأكيد أنت شخص مهتم وفاهم. ولو بتحب السيسي وعايز تتابع كل اللي بيحصل أول بأول لحظة بلحظة من غير تزييف ولا تهوين، اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتابعنا على تيك توك ويوتيوب عشان توصلك الحكاية كاملة قبل ما تتحول لإشاعة. استنونا في اللي جاي لأنه هيبقى أخطر.